في مكان عمل قلبان على الفيسبوك، يعني رغم ان هو مش جديد، معمول من زمان من 1951، اسمه علوش. علوش ده بيجيب الشوكولاتات من بره اللي تاريخ صلاحيتها قربت تخلص، مش معنى كده ان هي بايظه، لكن لا، ده بيبقى فيه متراوح من شهر الاسبوع ل3 شهور، وبيبيعها باسعار كويسه. هندخل نشوف دلوقتي ايه اللي موجود عند علوش، ونعرف ايه قصته، ونفهم الدنيا علشان نبقى فاهمين بقى قوي ايه علوش اللي عامل قلبان دوت. تعالوا يلا بينا. الفيسبوك الفترة اللي فاتت انتشر علوش بشكل كبير جدا. تمام. وفي ناس كانت بتنزل بوستات حاجات، انا جيت النهارده ما لقيتهاش. تمام. فايه اللي بيحكم حاجه موجوده ومش موجوده؟ تمام، خليني برضه اوضح لك سياسه المحل ماشيه ازاي. انا يعني كذا مره كتبتها على النت، بس برضه بيبقى في عملاء جديده لسه ما شافوهاش. ان المحل هنا بيعتمد على النير اكسباير. النير اكسباير يعني التواريخ بتبدا مثلا من 7 ايام حلو لحد 3 شهور اقصى جميل. حاجه. ده النير اكسباير، ودي بتبقى اقوى عروض عندنا في المحل. يعني مثلا لو في لوح مثلا زي اللينتد، احنا مميزين قوي هنا باللينتد في الصعيد وفي القاهره، يعني مسمعين بالماركه دي. اللينتد طبعا معروفه ان هي اغلى ماركه شوكولاته يعتبر في مصر. تمام. وبره برضو غاليه جدا. وجميله، ما لها عالميه يعني على اخر الاسبوع ده ان شاء الله احنا عاملين عرض كبير عليها. هتبقى الملكه 300 جرام دي، على طول بورسعيد كلها بتستنى اللوح ده. دي اصلا ثمنها في الهايبرات وفي المحلات الكبيره بتنزل ب 270 جنيه مستهلك. ماشي. اقصى عرض بينزل بره 230 جنيه، يعني يبقى كده في اوفر جامد. هنا علوش هي اول سعر هيتحط 99 جنيه للوح، 99 جنيه بدل 270 جنيه. بالنسبه للجبن برضو شغالين احنا ماركات بس للجبن المستورده اللي هي بتنزل فيها العروض القويه، زي مثلا جبنه اول عرض مثلا الاسبوع ده نزل قوي قوي، زي جبنه السموك دي، الجبنه الفريكو المدخنه. ماشي. ده احنا عاملين عليها عرض كيلو ب 100 جنيه، اصلا ثمنها في السوق 260 جنيه وساعات بتعدي الكلام ده. ده هولندي. طب التاريخ فاضل عليه ايه؟ بيبقى جبن برضو نفس فكره الشوكولاته من 15 يوم ل 3 شهور. نفس الفكره بتعملها في الجبن. ده بالنسبه للجبنه دي طبعا جبنه مدخنه حتى. لا الفريكو يعني معروفه، الفريكو براند يعني ده فريكو محترم وبراند عالي والدنيا كلها عارفاه. بالظبط. اتمنى ان نفضل على نفس النمط دوت ان شاء الله للعملاء يعني اللي جايين بيشرفونا في بورسعيد. لا انتوا بص، الله ينور. انا مبسوط فعلا انا جيت، واتمنى ان انا اجي مره تكون برضو في حاجات ثانيه اللي انا بحبها اكتر من كده، وهتبقى بيدج علوش مش هتفوت. لا مش هفوت حاجه. والنهارده ان شاء الله هبضع برضو شويه، بس هبص بقى انتقي، فاهم؟ يعني تسلم ايديك وربنا معاك ويبارك لك يا رب، ان شاء الله يبارك لكم كلكم. تسلم ايديك، شكرا جزيلا.